تعالوا نشوف أفضل الأنواع بتاعة الاستثمار العقاري في مصر. ما هو مش كله عقار، العقارات متقسمة عندنا الوحدات السكنية مثلا. الوحدات السكنية الطلب عليها بجد، بس في مناطق زي إيه؟ التجمع، الشيخ زايد الجديدة، أكتوبر، الساحل، البحر الأحمر، مناطق زي العبور والشروق، العاصمة الإدارية والمناطق اللي حواليها. كل دي مناطق حلوة في الاستثمار العقاري السكني. طيب والإيجارات من أحسن الحاجات اللي بنقدر نستثمر فيها، لأن السكن الإيجاري غير السكن البيع والشراء. هتقولي هتفرق؟ دي عايزة حلقة تانية. وعندنا تالت حاجة حلوة في الاستثمار، الكوميرشال. بنسميه في السوق كوميرشال. الكوميرشال ده اللي هو عبارة عن إيه؟ محلات تجارية، محلات أكل وشرب، الاف ام بي، المكاتب الإدارية، العيادات. كل دي تحت مسمى كوميرشال، لأن مكسبها بالمتر مش بالشهر بس. الشقق بتتأجر بالشهر، بس الكوميرشال أو الأنواع اللي أنا قلتها دي بتتأجر بالمتر وعلى حسب المنطقة. بس يعني نتكلم عن المناطق اللي احنا جبنا سيرتها من شوية، يعني نتكلم من 1200، 1500، 2000 جنيه للمتر في الشهر. فلو 40 متر يعني بتتكلم في حوالي من 60 ل 65 ألف جنيه كل شهر. بس هنا بقى ممكن تخسر. ليه؟ لو داخل الكوميرشال ده عشان تبيع وتشتري، اعرف انك خسران. مكسب الكوميرشال في استمراريته، في إيجاره، مش في البيع والشراء بتاعه.